كلنا بنبدأ نتعلم البرمجة بحماس في الأول، خصوصا لما نسمع إن في رواتب كويسة وفرص شغل وسفر وحاجات تانية كتير. بس الحماس ده ممكن يخف بعد فترة لو مش عارفين نحافظ على شغفنا سواء وإحنا بنتعلم أو بنشتغل. الحل إنك تفكر نفسك دايما ليه بدأت أصلا في البرمجة، حابب المجال ده ليه، كان حلمك إيه وإيه اللي أنت عايز توصله. اكتب هدفك وحطه قدام عينيك دايما، وافتكر إن البرمجة زيها زي أي وظيفة، هي مجرد أداة أو وسيلة علشان نحقق غاية معينة زي الفلوس أو أي حاجة تخطر على بالك تقدر توصلها عن طريق البرمجة. ولو لقيت نفسك زهقان اخرج وابعد عن الشاشة والمكان اللي انت فيه، حاول تغير وتصفي ذهنك بعيد عن الشغل وافصل شوية بس مش كتير علشان ما تدخلش في الكومفورت زون. كمان احتفل وكافئ نفسك بأهداف صغيرة سواء على المستوى اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، عملت تاسك، ذكرت كورس، حليت مشكلة، خلصت المهام اليومية وهكذا. أنا بعمل كده وصدقني ده بيفرق معايا جدا وبيخلي الحماس عندي يزيد أكتر. ولو عندك طرق تانية بتحفزك شاركنا في التعليقات، لايك وفولو وتحول لمبرمج.